على فكرة بقى لمصلحتنا ان الشخص اللي سابنا ما يرجع لناش تاني. قولولي ليه؟ احنا بقينا حاجة جامدة وبقينا حاجة واو، صح؟ طيب، وبقينا نهتم بنفسنا ونحط صور ونشتغل ونبقى حلوين ونظهر قد ايه حياتنا بيرفكت ومثالية، واحنا عملنا موف اون. المفروض يعني ما نكونش بنضحك على نفسنا او بنضحك على نفسنا وعملنا نفسنا ان احنا عملنا موف اون. تمام. فهل انت عايز نفس الشخص اللي انت سابك يرجع لك تاني وانت حاجة جامدة؟ طب انت مش عاوز شخص جامد يليق عليك، شخص جامد يستهلك؟ ليه عايز ترجع تاني للقاع؟ ليه؟ طب ليه لازم ما يتقبلناش في حالتنا؟ ليه لازم تبذل مجهود؟ ليه عايز تبذل مجهود عشان تبهر شخص؟ يعني هل هو يستاهل؟ يعني شخص سابك يستاهل تبذل مجهود وتظهر له قد ايه انت حياتك واو؟ طبعا انا بتكلم على اللي بيفيكوا الموضوع ده، اللي يقوموا يحطوا صور ويقوموا يظهروا قد ايه ان هم ايه، يعني الدنيا تمام معاهم. انا اقوم احط الصورة عشان يشوفني قد ايه انا بقيت احسن. طب ليه؟ ليه يعني؟ خلاص هو قام كلمك، اللي مستنيه يكلمك قام كلمك، ها وبعدين واثق ان هو هيكمل؟ ما مفكرتش مثلا ان هو راجع عشان مستخسرك؟ وفكرة ان مستخسرك ده ان انت حاجة مقابل ان انت عادي يتزهق، حاجة كده يتزهق منها وتترمي وقت ما يحب. دي حاجة حلوة ان انت ايه، ولازم بقى تبذل مجهود ان انت لازم تحببه فيك عشان ما يسيبكش. ما انت خلاص هو رجع عشان لقاك حاجة واو، فلازم انت دايما تبقى على نفس المستوى وهو يقعد كده برنس حاطط رجل على رجل عشان يندم. اصل انا لازم ان انا احس بقيمتي واحس ان انا مرغوب فيا ويرجع لي عشان كرامتي. على فكرة كرامتك ان انت تنسى وتبدأ مع حد جديد وان انت ما يفرقلكش اصلا. ولو رجع بلوك على طول، المفروض من اولها اصلا بلوك. ما انا برضو بشوف البلوك دي للناس اللي هي الايه المهمة، مش اي حد برضو يتعمل له بلوك، يعني فاهمين؟ فهل هو يستاهل ان انا ابدأ ارجع اعمل موف اون من الاول، اديله فرصة وارجع واثق فيه وفي الاخر يسيبني تاني؟ يعني انت كشخص مستعد ان انت تبدأ كل اللي عشته ده من الاول تاني؟ وبعدين سبحان الله ربنا خلاك تسيبه لسبب، وان ما كانش فيه نصيب. انت بتعاند نصيبك، صدقني مش هتبقى مبسوط. يعني اللي يعاند نصيبه يرجع لنفس الحاجة اللي اذته مش هيكون تمام، مش هيكون مرتاح بينه وبين نفسه، هيبقى خايف دايما ان هو يتساب. فليه نعيش في احساس ان انا خايف ان انا في اي لحظة حد يسيبني، حد يتخلى عني، الشخص ده هيزهق ومش هيكمل معايا؟ ليه دايما اعيش في جو ده؟ ليه ما اخدش حد مقتنع بيا ومقتنع بيه ما يفكرش ان هو يسيبني؟ العلاقات بيحصل فيها اختلافات ويحصل فيها مشاكل، لكن اللي بيبيع وانت مستنيه هيبيعك تاني. اديله فرصة، ماشي؟ بس ما تزعلش بقى لما تتباع ونسبة ان هو يكمل قليلة جدا. طب خلاص هو كمل وندم، الشخص ده حس بقيمته. هل انت بينك وبين نفسك بقى هتبقى مرتاح ان انت الشخص ده مش خايف ان هو يسيبك، مش حاسس بنقص ان انا اتسبت، انا مش مرغوب فيا؟ مش هتحس الاحساس ده، هتحسه دايما بينك وبين نفسك. حتى لو هو حاول يثبت لك كتير، بس اللي يسيبك ده عشان هو ما حبكش كفايه وان هو مش مقتنع بيك. فكر فيها كده، هتلاقي ان مصلحتك ان هو ما يرجعش، وتدعي كمان ان هو ما يرجعش، وتبدأ حياتك مع حد تاني يقدرك فعلا وما يفكرش ان هو يسيبك.